أسامة فوزي مدرسة إخراجية هو لوحده. ستايل لوحده. يمكن زي يوسف شاهين. يعني هو لو كان كمّل وقعد مثلًا 50 سنة زي يوسف شاهين مثلًا بيعمل أفلام، كان زمانه بقى في نفس يعني نفس الإيه، هو ستايل. المقارنة معاه. لحد بقى ما بتحاول انت تطلع الحاجات دي من جواك. طبيعي، ما هي الحاجات اللي بيطلع من القلب بيخش القلب. طيب، هل انت متقوقع على نفسك؟ متقوقع يعني ايه؟ متقوقع يعني داخلك هو اهم ما يشغلك، عايش في شرنقه. لا، انا عايزك ايه، تشعبوا لي العمليه شويه يعني. وطيارات مقلوبة والناس تبقى حزينة وكل شقة ودار. يا يا ليل. مساء الخير، حلقة جديدة في بودكاست شعبولي. ليه سميناه شعبولي؟ الفكرة مكتوبة في البايو بتاع القناة، وفكرتها باختصار هي جت من إفيه من إفيهات الفنان شعبان عبد الرحيم في برنامج حيلهم بينهم. البودكاست عبارة عن شعبلة للمواضيع ومناقشة أبعادها في دردشات لطيفة سواء مع نفسي أو مع أصدقائي. السلسلة الأولى من البودكاست هتكون سينمائية بعنوان ليه يعني. هتكون عبارة عن محاولات لإنصاف مخرجين وسينمائيين مهمين جدا، كان لهم بصمة ولغة سينمائية رهيبة في مضمونها وطريقة عرضها، لكنهم للأسف ما أخدوش حقهم وما تسلطش عليهم الضوء بشكل كافي. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن المخرج محمد شبل، رائد السينما التجريبية من وجهة نظرنا، والنهاردة هنتكلم عن واحد من أهم وأجرأ المخرجين اللي ظهروا في تاريخ السينما المصرية، وهو أسامة فوزي، خريج المعهد العالي للسينما سنة 84، واللي اشتغل مساعد مخرج فترة طويلة جدا مع مخرجين عظام وليهم تأثير كبير جدا في السينما المصرية، زي حسين كمال وهنري بركات وأشرف فهمي ونيازي مصطفى. لكنه كان متقطع، بيقف فترة وبيرجع يشتغل تاني، ورجع ساعد في إخراج الفيلم الأول للمخرج رضوان الكاشف، وهو ليا بنفسج، وساعد في إخراج فيلم مرسيدس ليسرى نصر الله، واللي احنا هنتكلم عن المخرجين دول في حلقات تانية قدام، لحد أول فيلم طويل ليه وهو عفاريت الأسفلت سنة 96، واللي من بعده ب3 سنين بالظبط يعمل فيلم جنة الشياطين، تاني فيلم من أفلامه سنة 99، لحد بحب السيما سنة 2004، وختاما بالألوان الطبيعية سنة 2009. وفي فيلم قصير برضه في السنة دي اسمه إنساني جدا، ومن بعدها ما يتوافقش على أي مشروع يقبل على صنعه، ويفضل 10 سنين يعتبر ما بيشتغلش في السينما اللي هي الملاذ والملجأ الوحيد ليه، لحد ما بيرحل عن عالمنا في سنة 2019، ولحد الآن أعماله مجهولة وأغلبها ما بيتعرضش على التلفزيون، ومش كتير أعادوا اكتشاف الكنوز اللي هو صنعها. فهنبتدي كلام عن الأفلام أنا وأصدقائي اللي معايا من الحلقة اللي فاتت، وهم دان شرامي وأسامة. هنحاول نتكلم عن الأفلام بشكل أعمق، وفي نفس الوقت هنتكلم عن موضوع المنع وليه ده حصل، وهنحاول نفصص كده هون في أعمال الراجل العظيم ده. فأنا النهارده هاتكلم عن فيلم بالألوان الطبيعية. فيلم بالألوان الطبيعية ببساطة، اللي بالنسبة لي اللي ما قرأش أو ما يعرفش ما هي الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري، ببساطة هيظلم الفيلم ده، هيبقى شايف إن الفيلم ده مجرد فيلم إسفاف، أو فيلم فيه مشاهد جنسية، أو فيلم غرضه الإلحاد مثلًا. أيًا كان النظرة الدونية للفيلم، لإن هو مش هيفهم الفيلم. بس عشان أخلّي الإنسان يفهم الفيلم أو المستمع يفهم الفيلم، خلّينا الأول نبدأ بتعريف بسيط أو تمهيد كده للجحيم للكوميديا الإلهية. فببساطة دانتي أليجيري قرر إن هو يكتب الكوميديا الإلهية، واللي فيها بيوصف رحلته من خلال إن هو بيمُر بالجحيم، وعشان يمُر من الجحيم ده مضطر إن هو يلاقي حد يرشده. وكان مين اللي طلع له عشان يكون هو المرشد بتاع الرحلة دي؟ الشاعر فيرجيل. أعوذ بالله ودانتي من كان المرشدين، أعوذ بالله. الشاعر فيرجيل ده ببساطة كان دانتي متأثّر بيه، فقرر إن هو يكون هو المرشد بتاعه. فهنلاقي إن هو أول حاجة دانتي أليجيري بيبدأ بيها الكوميديا الإلهية بيقول إيه؟ هنلاقيه ببساطة بيقول: "فقد كنت مثقلًا بالنوم في اللحظة التي حِدت فيها عن طريق الصواب." يعني أنا ببساطة النوم
أو في اللحظة اللي أنا نمت فيها هي دي نفس اللحظة اللي أنا بعدت فيها عن الطريق الصح، والنوم هو رمز الخطيئة في الديانة المسيحية. وهنا النوم مش يقصد بيه النوم اللي هو نام أو كسل، لأ، ده هو النوم اللي هو خلاص غفل، الحواس بتاعته غفلت عن الحقيقة. فهنا ببساطة دي اللحظة اللي دانتي حس فيها إن هو خلاص بعد عن طريق الصواب، وعشان يرجع تاني لطريق الصواب ويوصل للفردوس الأعلى أو للجنة لازم يمر من خلال الجحيم، ما يقدرش يمر من البوابة العادية لأنه ببساطة في وحوش واقفة له هناك. فمن هنا بتبدأ رحلته مع الكوميديا الإلهية. عندنا دي كده إيه الكوميديا الإلهية، تمام. عندنا بقى يوسف، ويوسف ده بنشوف إن هو أول مشهد بيبدأ يظهر فيه إن هو بيصلي ولابس أبيض وبيدعي لربنا، فهو شخص كويس يعني متدين، لكن هو جواه رغبة إن هو يخش كلية فنون جميلة، فبيبدأ إن هو إيه يحاول يدخلها. فهنا بتقف له والدته إن هي تحاول تمنعه، لكن هو بيحصل أمر واقع وبيدخل الكلية. فمع دخوله للكلية بنلاقي هنا إن هو إيه بيقابل فيرجيل النسخة بتاعة السينما بتاعة الفيلم، ألا وهي مين؟ علي، وده اللي هيصطحبه طول الفيلم وطول الرحلة عشان يعرفوا على العالم بتاع الكلية، وبيعرفوا على عالم الدكاترة وعلى عالم الكلية بيبقى ماشي إزاي. هنلاقي إن شخصية يوسف دي الصوت الأول هو صوت الضمير، هو صوت الأم، لإن هو ما يعرفش غيرها، هو اتربى معاها طول الوقت، أبوه ما شافوش. فهنلاقي إن هو وسط ما شاف الكلية وشاف المناظر اللي فيها وحس إن الكلية دي فيها الخطايا أو فيها العُري أو فيها الجنس أو فيها المشاهد اللي ممكن تكون غلط وتغضب ربنا أو الرسم الحرام. فهالاقي أول صوت سمعه مين؟ هو صوت والدته، هتظهر عشان هي تلومه وتقول له ارجع، فبيحاول يرجع فعلًا، فهي بتفرح وبتصلّي بتشكر ربنا إن هو بعد عن الطريق ده، لكن هو الرغبة جواه بترجع تاني، فبيقرر يرجع تاني للكلية. وهنا بقى بتبدأ رحلته الفعلية داخل الجحيم. عندنا هنا يوسف بيكمّل رحلته وبيتعرّف على إلهام، اللي هي المفترض هتكون في الكوميديا الإلهية هي بياتري، اللي حبيبة الشاعر دانتي أليجيري، اللي هي يعني العلاقة ما بينهم ما اكتملتش، هو كان بيحبها بس ما اكتملتش، وراحت اتجوزت واحد تاني وماتت بعدها بفترة صغيرة بالمرض، على ما أتذكر كان السُل أو كان مرض في الصدر تقريبًا مش فاكر، بس المهم إن هي ماتت، ففضل فاكرها واستعان بيها في الكوميديا الإلهية إن هي تكون هي ال الحاجة اللي هيقابلها في النعيم، هي اللي هترشده للنعيم في الآخر. على عكس الفيلم فبيقابل من الأول خالص في بدايته للجحيم إلهام. وهي دي اللي هتلاقيها بتاخد بإيده بعد كده بتحاول إن هي تخلّيه يتوب لمّا تلاقي نفسها إن هي عملت خطيئة، إنها عملت علاقة معاه وإن هي شايفة إن الرسم حرام وبتسمع للشيوخ. آآ فبتقرر إن هي تاخده معاها إن هو نبطّل نرسم حاجات ذوات أرواح، وبيبدأ يسمع لكلام الشيخ ده، بس بيلاقي إن هو لأ، هو مش لازم يسمعه، مش متأثّر أو مش عايز يبقى يسمعه عشان هو كده هيبقى بيرضي ربنا والّا بيرضي إلهام والشيخ ده، وقالها حرفيًا بالنص. فهنلاقي إن هنا إلهام بتبدأ إن هي تتغيّر وتتنقّب وتسيبه، فتقول له خلاص روح بالنص كده بتقول له حرفيًا روح جهنم لوحدك. فهنا بنشوف إن هو أسامة فوزي لو فكرة إن هو الكوميديا الإلهية مش متأثّر بيها، فالجملة دي لوحدها تبيّن لك إن هو فعلًا الكوميديا الإلهية هي الفكرة الرئيسية بتاعة الفيلم، هي السجادة حرفيًا اللي عليها قايم الفيلم كلّه، إن هي قالت له بالنص روح جهنم لوحدك. فهنا فكرة إن هي بتتخلّى عنه، وفعلًا بتتخلّى عنه والعلاقة ما بينهم بتنتهي إن هي بتقول له أنا الزوجة مكانها في البيت تربّي الأولاد وأنت امشي في حالك، طريقك، وحوّلت من القسم أصلًا. فهنا بتنتهي رحلة يوسف مع ريهام، وبيفضل يكمّل رحلته مع فيرجيل يشوف ناس تانية في عالم الكلية، زي مثلًا الناس اللي بيحاولوا يخدّموا للدكاترة، وده بتمثّله في طالب دحّيح عايز ينجح بأي شكل ويجيب تقدير عشان يتعيّن. فبيبدأ بعدها يشوف دكتور تاني وهو اسمه لقبه دكتور كنتاكي، وده على الرغم إن هو لقب ساخر لكنه له معنى، إن هو بيرمز مطعم كنتاكي أو الثقافة الأمريكية المستغلة الدكتور ده بيخلّي الطلاب يرسموا اللوح ويعيدوا طبعها وياخد هو فلوس عليها، يعني بيبيعها للناس إن هو اللي راسمها، الحقيقة الطلاب هم اللي عاملين كوبي منها، كوبي من رسمة أصلية، ده غير الآثار اللي بيهرّبها واللوحات اللي بيهرّبها لبرّه، فيعني شخص رأسمالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الثقافة وحتى بقية الاستعمارية. الدكاترة بالضبط، الثقافة الاستقرا حتى الدكاترة التانيين كل واحد فيهم له لقب زي دكتور بيكاسو اللي بيرمز لبيكاسو، وعندنا
الرائد العباسية أو الدكتور الكويس اللي هو نعيم، اللي هو أصلًا نعيم الطفل اللي كان في باحب سيما، ودي أنا حاسبها لمعتز أو أسامة هو يتكلم عن الفيلم ده، بس نعيم اللي في فيلم باحب سيما هو لمّا كبر بقى هو دكتور نعيم اللي في فيلم بالألوان الطبيعية، لأن فيلم بالألوان الطبيعية هو بعد فيلم باحب سيما، هو آخر الأفلام. فنفس الشخصية هو كبر وبقى زي ما هو كان في الأول بيحب السينما وبتاع، فهنا قرر يتعيّن في الفن إن هو يبقى دكتور أو مُعيد وفي نفس الوقت خاله كان عايز هو اللي يدخل الفنون الجميلة، بالضبط، مش فاهم إيه هي بالضبط الفنون الجميلة، فدخلها علشان يعرف، شوف بقى فيها بالضبط، وبقى دكتور فعلًا بالضبط، زي ما أمه كانت عايزة. بالضبط، لكن على الرغم إن هو دكتور وهو على قد ما بيقدر بيحاول ينقذ، لكنه هو برضه ما يمنعش إن في جزء من جوّاه فاسد، إن هو قال لهم إيه يا جماعة إحنا مش هنتغيّر من الآخر، يعني حتى الطيار كانوا عاملين نقاش وهنا هنتكلم عن فكرة النقاش دي، يوسف لقى إن هو الدكاترة ما بيشرحوش ومكسلين وكل واحد في عالم فقرر إن هو لأ، يجتمع مع الطلاب ويعملوا حركة زي أشبه باعتراض كده عشان ينزل هنا دكتور كنتاكي ومعاه الدكاترة وكلّهم يتناقشوا، فبيقول له ببساطة الدكتور كنتاكي: "يا ابني خلّيك بهيم وسط البهايم، أنت مش محتاج تتعلّم أو مش محتاج تعرف مش محتاج إن أنت تعرف بلعنة الوعي، يعني حتى إيه اللعنة دي هتبقى جحيم عليك، فأنت الأحسن إن أنت تبقى عايش جاهل." لكن دكتور نعيم بيقرر إن هو يخرج ويقول لهم: "خلاص إحنا وحشين وإحنا كل حاجة، بس إحنا مش هنتغيّر." اللي هو بيقول له الحقيقة، اللي هو إيه، آآ ما فيش فرق بيني وبينهم، أنا وهُم في نفس الجحيم، في نفس القاع، فالكل في الجحيم مذنب، حتى وإن اختلفت الخطايا، يعني ممكن واحد قتل وواحد سرق، بس الاتنين موجودين في الجحيم، فالاتنين زبالة زي بعض من الآخر. على الرغم إن الدكتور نعيم كان هو الكويس وهو اللي بيحاول ينقذ طالب أو 2 أو يبقى كويس، لكن هو لا يمنع إن هو بقى في الجحيم، وده اللي بيعرفه يوسف، عشان كده بيرفض في الآخر خالص إن هو إيه، يتعيّن في الكلية دي، لإن هو عارف إن الكلية دي هي الجحيم نفسه، إن هو لو فضل فيها هيتوه زي دكتور نعيم، ويتحول يبقى رأسمالي أو مسخ زيهم. طيب بعد ما الدكتور كنتاكي بيعمل له القعدة دي وبيقرر إن هو يبدأوا يعلّموا الطلاب، فبيبدأ يوسف رحلة إن هو يتعلم. بيبدأ بعدها معلش مقاطعة يا يوسف. رامي، أنا آه، حاسس إن أنت يعني جبت في بالي خيط إنه فيلم البدايات الطبيعية بيتكلم عن جحيم دانتي، وفيلم جنة الشياطين بيتكلم عن الفردوس، وحاسس ما بينهم فيلم باحب السيما بيتكلم عن فكرة التطهير والمطهر. مش عارف هل ده حاجة خطرت في بالي كده، هو بدأها أنا بالجحيم ثم المطر ثم قصدي أنا الفردوس ثم الجحيم ثم المطر. فهمت، أنا ما أقدرش أقول لك آه أو لأ، لإن أنا للأسف ما شُفتش، أنا شُفت فيلم باحب السيما، بس ما شُفتش لسه جنة الشياطين، بس هو من اسمه ممكن يبقى، فما استبعدتهاش لإن هو باين إن أسامة فوزي متأثّر بالكوميديا الإلهية بشكل عبقري، وفعلًا هي ممكن تبقى كده فعلًا. وعاملها آآ عاملها بترتيب عكسي. ما بالضبط، ما هي ترتيب، ما إحنا مش ما هو أنت بُص في سلاسل أفلام كتير ما بتاخدهاش بالترتيب الزمني للفيلم وقت صدور الفيلم، بل بتاخدها بالترتيب آه، الزمني للأحداث، فهمت آه، قصدي؟ يعني مثلًا ممكن بالضبط، فيلم سنة 2020 هو الجزء الأول أصلًا من سلسلة بدأت من سنة 1979 زي زي سلسلة ما The حصل في Omen Star Wars مثلًا. وStar Wars وThe Omen برضه اللي هي سلسلة أفلام الرعب، زي ما بيحصل في آه، سلسلة أفلام Saw، سلسلة أفلام Saw بالضبط، الجزء الأخير اللي نزل منها هو أصلًا من قبل ما ما قبل ما جيسون الأحداث. ما قبل الأحداث. فأنت آه، بتلاقي إن هو إيه، بيبدأ بيعمل إيه، زي ما بنسميه في الرواية اللي هو إيه، بيبدأ بمشهد النهاية، زي أكن البطل بيسترجع الذكريات، بيبدأ من النهاية ويبدأ يرجع حصل قبل شهر، قبل سنة، ويبدأ يسترجع الأحداث، بيبدأ بflashback زي كأنه السلسلة كلها مشاهد flashback، فممكن فعلًا تكون دي، لكن الموضوع أنا يبقى شخصيًا interesting جدًا لو درسناه ولقيناه هو ماشي كده فعلًا. هو ممكن لو فردوس، مطهر، جحيم. وساعتها هتبقى حاجة عبقرية إن أنت ربطتها، لإن أنا ما شُفتش بس الفيلم التالت ده فما أقدرش، بس ممكن لو قُلت لي باحب السيما بتاع فيلم بالألوان الطبيعية فاقول لك آه الاتنين مع بعض، لإن الاتنين مرتبطين، بل في شخصية فيهم، شخصية في الاتنين بنفس الاسم، فآه، فهو حرفيًا فكرة الجحيم مرتبطة بالفيلمين دول، بل حتى إن في الفيلم بتاع باحب السيما كان أصلًا بيبدأ المشهد الأول بإن هو مكان ضلمة وبيوصف له جهنم. زي الكوميديا الإلهية، الله ونفس ينور الأب عليك. والأسرة والأب والأسرة كانت مسيحية برضه، فهو طبيعي يبقى عنده فكرة عن فكرة النعيم أو الجحيم
أو فكرة الكوميديا الإلهية مشهورة عند المسيحيين أكتر، لإن هي زي ما قُلنا دالة الإنجيل كان مسيحي، فعندهم فكرة المطهر والتعذيب والبُعد عن الله، فيعني الconcept الجنة عند والجحيم عند المسيحيين هو مرتبط بالكوميديا الإلهية، زي ما مثلًا إحنا عندنا رسالة الغفران لأبي علاء المعرّي سيرة مثلًا. الغفران لأبي العلاء المعري. إمم. كانت فدي عاملة جدل الرسالة دي من سنتين، واحدة مترجماها باللغة العربية العامية المصرية، وكانت عاملة جدل كده. ما آآ علينا يعني. المهم هنكمل نقف عند إن هو إيه، قرر إن هو يجيب فلوس عشان كان عايز يتجوّز إلهام دي، فعلي بيوصف له إن هو طريقة يجيب منها فلوس إن هو يروح يرسم لوحات عند دكتور كنتاكي ده وياخد عليهم أجر مالي، يعني على ما أتذكّر 70، 80 جنيه، لإن أنا شُفت الطالب كان بيوزّع فلوس بالترتيب ده 50 و20 تقريبًا و10، يعني ممكن نقول 100 جنيه مثلًا أو أقل من 100 جنيه لرسمة اللوحة الواحدة. ف فراح فبيقابل هنا ال الدكتورة اللي بتتمثّل في الطريقة الميكافيلية، اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، ودي دكتورة بتصاحب الدكاترة وبتستغل الطلاب عشان تحقق أي ربح، وبتحاول تستغل يوسف لإنها بتعرف إن هو الوحيد اللي اختار الكوميديا الإلهية، فبتاخد كل الأبحاث وكل الرسومات وكل المصادر الخاصة بالكوميديا الإلهية وبتحتفظ بيها في شقتها، عشان تستدرجه وتحاول تغريه بالجنس وبإن هي تسيطر عليه، عشان بطريقةً ما بتخلّيها باب واحد اللي هو المشروع بتاع التخرُّج بتاعه، يبدأ يشتغل على المشروع بتاعها هي كمان، حتى علي بينصحه وبيحذّره، فبيلاقي إن هو لأ فعلًا البنت سيطرت عليه. فبنسيب يوسف على جنب شوية وبنبدأ نتكلم عن علي. علي ده هو ما بيحاولش يخرج من الجحيم، هو عايش في الجحيم، هو متأقلم معاه، ومع ذلك هو حاسس بزهق وخنقة، لدرجة إن هو لمّا بيقابل الفنانة الجميلة صاحبة الفخادة الجميلة فرح يوسف، مش عارف هو تخيل منظر علي ده بيحاول يغري فرح يوسف يعني، حاجة في قمة العبث يعني. فبيحاول إن هو إيه، يلاقي نفسه بعد شوية زهق منها، زهق من العلاقة، حتى من اللحظات اللي هي بيبقى فيها السعادة بييجي له أزمات وجودية، لإن هو ما عرفش يحل حاجة، ما عرفش يحل مشكلته، ما عرفش يحل أي حاجة في حياته. عشان كده يوسف بينصحه لأول مرة، فبيقول له: "أنت عايز الحاجة وعكسها، أنت عايز راحة البال وفي نفس الوقت عايز الدفء بتاع الأسرة، مستحيل الحاجتين مع بعض." أو زي ما بنقول كده: "من أراد كل شيء خسر كل شيء." فعلي دي شخصية تانية، بس على الرغم إن هو في الجحيم، بس هو عايز واحد تاني يساعده، حتى لمّا يوسف سأله قال له: "أنت بتساعدني ليه طيب؟" قال له: "عشان أنت تستاهل، يعني أنت اللي تستاهل إن هو أنت تخرج من الجحيم." زي ما فيرجيل ساعد دانتي، اللي هو أنت تستحق توصل للنعيم، فهالاقي إن حتى في الآخر خالص علي بيبدأ إن هو ينفجر في وش الكل، ويقول لهم: "كلنا كدابين، وأنا أول كداب فيكم." يعني كلنا بنمثل إن إحنا فنانين وإحنا بنعمل حاجة بنحبها، لكن إحنا بنكدب، وأنا بالضبط باكدب قصادكم وباكدب معاكم، لكن عينه بتقع على الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري، وهنا نظرته مش بس للعقاب أو ده المنظر اللي هو محطوط فيه هو وكل اللي حواليه، لأ، ده منظر للي رسم اللوحة دي، إن هو الصادق الوحيد اللي فيهم، اللي هو يوسف، عشان كده هو الوحيد اللي بيخرج بتقدير امتياز، لدرجة إن هو الطالب التاني اللي كان شغال يبقى خدّام للدكاترة ويطبّل لهم طول ال5 سنين، هو برضه بياخد امتياز، لكن بسبب إن هو رفض الامتياز فاللجنة بقت منقسمة، فما بقاش في تعيين بسببه، مع إن هو كان ممكن يتعيّن، لكن هو بنفسه رفض. فاهم؟ يعني كان ممكن يتعمل بس هو رفض، وده إنجاز إن هو وصل للمرحلة دي بدون أي واسطة ولا إن هو كان ممكن يستغل الدكتورة اللي كانت بتقول له الغاية تبرر الوسيلة وخليك معايا وأنا هاعينك وهاجيب لك شغل ترسم لوحات بفلوس ومع ناس ناس مليارديرات وناس معاهم فلوس، فكان ساعتها يبقى عنده المال والتعيين والجنس، يعني عنده كل حاجة ممكن الجحيم يسحبك ليها، لكن هو قدر إن هو يتخلّص من شهواته ده، زي ما دانتي أليجيري كان في صورة من صور المشاهد وهو بيعدّي على الخطاة، كان مغمّض عينه لكن قدّامه نساء عرايا بيولعوا في النار، فكان دانتي مغمّض عينه عشان ما يشوفش أجسادهم، فده له عن كل الشهوات دي وفضل مكمّل، فده وصّله للنعيم في الآخر، إن هو يعرف نَفْسه ويتصالح مع نَفْسه، عشان كده بنشوف في مشهد النهاية خالص إن هو بيتصالح مع نَفْسه ومع آآ والدته وكلّهم بيظهروا مجتمعين معاه في نفس الصورة، فبيظهر إن هو خلاص اتصالح مع كل الناس ومع نفسه، وعرف إن هو الجحيم مش فكرة التعذيب ولا فكرة الحرق،
جحيم في فكرة البُعد عن الذات أو الاغتراب، اللي هي أقرب للنظرة المسيحية في بعض الطوائف أو المذاهب يعني لفكرة النار، إن هي البُعد عن الله فقط هو ده النار، إنما مش هيعذّبك ولا يشويك في نار ولا أي حاجة. فكرة الغُربة نفسها هي الجحيم. هنلاقي كذلك إن في مشهد آآ وهو بيرسمه لقى إن واحدة منهم علي بدأ يشغّل أغاني وبدأ يرقص، وبعدها جات آآ رقص معاه وكلّهم بدأوا يرقصوا على أغنية يعني على ما أتذكّر كانت English، فبدأت واحدة تشغّل أغاني شعبي، بعدها بدأ واحد يقول الأذان، بعدها دخل واحد يبشّر بالديانة المسيحية ويقول جزء من الكتاب المقدس، فيعني حرفيًا دي لوحة كده، بس لوحة إيه، لوحة سمعية تقدر تشوفها بصرية وسمعية، تشوفها تلاقي إن ده المجتمع كلّه دخل مع بعضه، كل الطوائف بالشباب، بالناس المتدينة، بالناس المسيحية، كلّه دخل مع بعضه، اللي هو لوحة يعني سريالية بس حقيقية بنسبة 100%. فاللي ممكن أختمه في فكرة أو في فيلم بالألوان الطبيعية في إن هو عن رحلة الإنسان للبحث عن ذاته، وعن رغباته، وعن هو عايز يكون إيه في الحاضر وفي المستقبل. ولو الإنسان ما عرفش فهو هيفضل عالق في مرحلة الجحيم لحد ما يوصل لحل ليها، ويبدأ يمُر بالمطهر لحد ما يوصل للنعيم، زي ما يوسف وصل لها وزي بنت يرجيل وصل لها، بس. انت تمام يا باشا. دخلتنا في موال كبير. ما هو موال بعمق الفيلم نفسه، يعني أنا اه متّفق فاهم. بشكل كبير مع رامي في اللي بيقوله. انا كمان حابب اتكلم عن اسامه فوزي شويه. افلام اسامه فوزي هي مصريه من الدرجه الاولى، وبتلاحظ ده في كل في الخمس افلام او الاربع افلام، لو قدرنا نحسب الفيلم القصير الاخير ده هو خامس للافلام دي. وفي نفس الوقت في مفارقه كده، هو إن اول فيلم اسامه فوزي كان بيدور في عالم سواقين الميكروباصات وهكذا، واخر فيلم ليه اللي هو انساني جدا كان بيدور برضك في حوالين عالم الميكروباصات وبتاع، وفي نفس الوقت كان في سواق في فيلم بتاع ده عفاريت الاسفلت، ظهر هو برضك، هو كان دور رئيسي في الفيلم القصير ده، يعني هو الاسطى محمود ده، بس باين ان هو سنه كبر وبتاع، فاهمني، في زمن ما بين الفيلمين. وفي كمان ارتباط ما بين فيلم ليا بنفسج وسارق الفرح وعفاريت الاسفلت، انا حاسس ان في ارتباط ما بين ما بين الثلاث افلام دول، يمكن من عشان خاطر حيث الثلاثه يمكن عشان خاطر الثلاثه فيهم حسن حسني، وفي كلهم كان دوره شاعري ودور مهم ودور، يعني من غيره الفيلم كان هيبقى في حتة تانية، فاهمني، ان هو نقل آه. الثلاث افلام دول، وفي نفس الوقت الثلاث افلام في عالم العشوائيات مع بعض. عفاريت الأسفلت بالذات ما حدّش يعني عمل فيه الغوصات دي، مع إنها يعني من أكتر الحاجات اللي محتاجة نتكلّم عنها في الأدب وفي السينما وكده. ايه قول تاني. باقول عفاريت الأسفلت مسك حاجة ما حدّش اتكلّم عنها خالص، وما أظنش لحد دلوقتي حد اتكلّم عنها، فكرة سواقين الميكروباصات وعالم سواقين الميكروباصات والجو ده، يعني انت مع إنها هتلاقي، مهنة حيوية وفي جدًا نفس الوقت في انت المجتمع. بتلاقي اصلا الافلام اللي هي بتدور حوالين السواقين او حياة السواقين قليلة، يعني عندك سواق الاتوبيس او طائر على الطريق بتاع محمد خان، او يمكن اخر فيلم كان بيدور حوالين سواق كان فيلم ابو صدام بتاع نادين سواق خان. التريلا، سواق اه النقل سواق التقيل. تريلا، بس اهو كلهم سواقين بس يعني فاهمني، يعني احنا آه. عندنا حاجات حلوه، يعني عندنا سواق بيجو وسواق تريلا وعندنا سواق ميكروباص، فاهمني. بس الميكروباص بالذات يعني أكتر مواصلة ليها حيوية في طبعا مجتمعنا، اكتر مصر. لإنها لا هي مواصلة خاصة، يعني ما هياش أوبر وما هياش مواصلة عامة تمامًا زي القطر ولا الأوتوبيس، لأ هي مواصلة مميزة. كان نفسي كمان يتعمل فيلم عن سواقين التكاتك، لان انا كنت يعني دخلت جوه العالم ده، فاهمني، فانا بس شايفه عالم سواق انترستنج التكاتك جدا ان دايمًا هو بيخش في الأفلام بتاعة السُبكي بيخش بأغنية ما وبطريقه فيش صاحب هابطه، متصاحب. فاهمني، آه. ايوه. في نفس الوقت في كمالة إن أنا باتكلم عن فكرة إن أفلام أسامة فوزي مصرية أوي، مشهد الطابور بتاع ليلى علوي وهي بتحيي العلم أو مشغلة الطابور، يعني في المكتب بتاعها اللي هو إيه، مش طالعة حتى بره المكتب،
فكّرتني كده بمُدرِّس كان عندنا في ابتدائي كان بيشغّل الطابور وهو قاعد في الدور التاني فوق بيحضّر الكشكول بتاعه. دي نقطة، والنقطة بتاعة فيلم بالألوان الطبيعية برضك اللي اتكلّم عنها رامي، إن هو أمه دايمًا هي في دماغه، هي فاهمني، هي في اه، دماغه في طول الفيلم. هو رامي راح فين؟ مش عارف، وفي نفس الوقت هي اللي كانت كان بالنسبة لها كلية فنون جميلة دي هيطلع منها نقاش، كان هي ليها وكان قالت كده هي والجيران وبتاع، أو الجيران اللي قالوا لها كده، أنا مش متذكر. كل دي علامات بتوري لك إن جوه الثقافة المصرية لو في ناس بتحسب إن الأفلام اللي هي زي كده بتبقى خارج السياق المجتمعي مش عارف إيه، فالكلام ده مش صحيح بالمرة. وحاجة تاني، المشاهد اللي هي فيها شرشحة في فيلم باحب السيما، يعني في يعني فين هتلاقي الشرشحة دي في أي بلد تاني؟ يعني في المشهد اللي هم كانوا في تقريبًا المشهدين اللي فيهم شرشحة كانوا في الكنيسة، مرة ساعة العزا بتاع محمود حميدة في الآخر. آآ المشهدين دول لمّا كانت بتقول لهم: "إحنا حافيين يا نحاسين الصهون يا جرابيع يا اللي الجعيص فيكم ماشي من غير لباس." والمشهد بتاع الخناقة في الآخر لمّا نعيم طرطر على الناس اللي في العزا كلّهم. فكل ديًّا برضك عندنا، ويمكن هي دي يعني المشهدين دول بتوع الكنيسة دول هم السبب في منع الفيلم رقابيًا، وهو لمّا قريت عن الفيلم وقعدت أشوف أخبار عنه وحاجات، لقيت إن هو كان الكنيسة معترضة على المشاهد دي، وأنتم إزاي تعملوا كده؟ وفي نفس الوقت كان في اعتراض كبير أوي، لإن دي يعتبر أول مرّة يعني تشوف حياة الأسرة المسيحية على الشاشة قدّامك، فاهمني؟ يعني إحنا دايمًا لمّا اه، بنتطرق للموضوع ده في السينما بيبقى موضوع سطحي أوي، فاهمني؟ يا إما لا حتى بتتكلم الدين شديد جدا عليه زي في لقاء هناك وكده. آه، بالضبط. فأنت غايص جوّه المشاكل بتاعتهم والحياة، واللي هي شبهنا، يعني مش يعني ما باحبش أتكلّم في فكرة الوحدة والبتاع، وإحنا كُلّنا، ما إحنا هو دي يعني دي بديهيات أنا شايف إن الناس بتتكلّم فيها، هو إحنا شبه بعض فعلًا، يعني لدرجة إن أنا خلّي بالك فيلم باحب السيما ده كنت باحبه من وأنا صغير، واللي هو كنت شايف نَفْسي في الواد الصغير ده بطريقة تخوّف. يعني الواد كان لابس نضارة، وأنا صغير كنت لابس نضارة، أمه وأبوه مدرسين وأنا أبويا وأمي مدرسين. أمه كانت مدرسة رسم، أو كانت فنانة يعني بترسم وكده، وسابت الرسم لمّا بقت مديرة، وأنا كذلك أمي نفس الكلام. فالموضوع مرعب أوي بارتباطي في الفيلم ده. وفي كذا مُخرج تاني، يعني منهم أسامة فوزي، يعتبر أسامة فوزي هو أكتر أو أول واحد أنا اتعلّقت بالسينما بتاعته، يعني من تصدق طفولتي، فيلم باحب فاهمني؟ السيما يعني فيه جزء كبير من حياتك فعلًا. من حياتنا كُلّنا. آه، يعني أنت ممكن تكون شُفته وأنت عندك كام سَنة مثلًا، 8 سنين والّا 9 من سنين، صح؟ زمان وإحنا صغيرين أنا نفس كان دايمًا الكلام. بيتقلب عليه عشان ما نشوفش ليلى آه، آه. علوي. كل ما ييجي مشهد آه. ليلى علوي يقوموا قالبين أو اللوحات وهي يقوموا قالبين علينا الرصيف. أنا من الحاجات المميزة إن أنا كنت باقعد أتفرّج على الأفلام لوحدي، ما كانش حد بيتفرّج معايا، فكنت باتفرّج على حاجات ما ينفعش تتشاف أصلًا يعني. لأ يعني وأنا لك أن صغير كنت تتخيل في إن بيت فيلم عيلة. أسرار البنات ده شُفته وأنا عندي 7 سنين والّا حاجة، فيلم أسرار البنات بتاع ماجدة أحمد علي. يا بختك يا عم، أنا كنت في بيت عيلة كان التلفزيون الناس مشترك بين وأسامة هنتكلم فوزي في عن جنة إيه؟ الشياطين حتى ما كانش ليه علاقة بالجد خالص يعني. هو كان عايز صخب الحياة وبعيد عن كل الشكليات وكل المظاهر. يعني حتى كان البطل اللي هو القصة أصلًا مقتبسة من رواية الرجل الذي مات مرتين أو ميتتان لرجل واحد حسب الترجمات جورج أمادو. ال البطل اللي بيتمرد على القيم البيروقراطية والناس الأثرياء وكده، عشان يسرح في الشوارع ويعيش الحياة بمفهوم تاني. التيمة دي يمكن شُفتها في جنة الشياطين، وشُفتها في فيلم البحر بيضحك ليه، كان هو برضه نفس الاقتباس، فكرة الشخص برضه اللي بيطلع عن الخط المسار المرسوم لك عشان تتمرّد عليه. ده بيبان أوي حتى في اسم البطل في جنة الشياطين، البطل كان اسمه أصلًا منير رسمي، راجل رسمي تمامًا، ولمّا بيتمرّد بيتحوّل اسمه لطَب، اسم صاخب جدًا فيه حُب للحياة وكده يعني. ويمكن برضه نفس التيمة دي شُفتها في فيلم ضحك ولعب وجَد وحُب،
كان عمرو دياب برضه بيتمرد على أبوه عمر الشريف، الرجل الثري اللي رئيس مباحث، عشان يروح يمشي مع بروستيتيوت عاهرة وبيحبها وعايز يتجوزها. وده نفس اللي حصل برضه في جنة الشياطين. طبل اللي بيحب الولية برضه لبلبة اللي هي برضه عاهرة وتمارس البغاء، في سبيل إن هو سايب مراته اللي هي لابسة اللبس الرسمي بتاع الأغنيا والقعدة بتاعة الأغنيا وكده. فهو فيلم فيه رسالة حب للحياة يعني، ومن بداية الفيلم محمود حميدة هو ملقا على ظهره فاشخا فكيه ضاحكا. آه، فهو ميت يعني، من بداية الفيلم هو ميت. وكان دي أصلا يعني ده تمرد في حد ذاته على السينما المصرية، إنه إيه ده أول مرة بطل يمثل وهو ميت. يعني هو الفيلم كله وبيمثل حلو، يعني المشكلة إن هو إزاي قدرت تعمل نفسك ميت طول الفترة دي. ومحمود حميدة ضحى بأسنانه مخصوص عشان يحط السنتين الذهب اللي لهم دور في الفيلم، والخناقة بتاعت سنتين الذهب عشان يبيعوهم وكده يعني. اه. ينفع أضيف حاجة في النقطة دي؟ طبعا يا اسطى. الفنان يوسف داوود عملها في فيلم أيامنا الجاية، قعد طول الفيلم كان ميت طول الفيلم. انا ما اعرفش الفيلم ده لا ده لازم اشوفه. ما كويس إنك ما تعرفوش، اوعى تشوفه. بس لا كان يا هو اسطى ميت عشان وهم اتورطوا، وهو كان مش عايزين نسرح على الفيلم كتير، بس هو كانوا شوية شباب ولاد وبنات قاعدين في قرية سياحية متجوزين عرفي، لا يوسف داوود فالشقة اللي لازم هم اشوف له، لازم اشوف له اي حاجه. كنت بقعد اشوف له، كان ليه افلام كده عن المسيحيه وكده، كان القديسه دميانه والأربعين عذراء والحاجات دي بحبها قوي الصراحه يعني. أنا بحب صوته وحواجبه أوي. كان شفت له يا اخي مشهد فيلم اجنبي كان اسمه الانجليزي بتاعه رصين كده مم. المهم نستكمل جنة الشياطين. الراجل طبعا مات، وصحابه والأصدقاء الثلاثة اللي هم الشياطين اللي عايشين الجنة في أطراف النعيم يعني. هم مش يعني ضحكته دي بتهيأ لهم إن هو بيضحك عليهم أو عامل فيهم فخ أو كده، بيهزر معاهم بمعنى أصح. فبالنسبة لهم هو عايش، ده مستحيل راجل إن هو يموت. ده راجل ساب كل الرسميات اللي هي بتمثل لهم الموت عشان يختار الحياة الحرة الطليقة اللي هي الحياة بأوسع درجاتها يعني. فهو فيلم جامح لآخر مشهد في الفيلم، كله جموع، حتى هم بيتجاهلوا موته، إن دول ناس ما بيعترفوش بالموت، ما بيعترفوش بالأشكال دي. هو الفيلم فلسفيا بيناقش فكرة الحياة والموت بشكل ما عميق أكتر اتعملش يعني. قبل كده. آه يعني مفهوم الحياة والموت، يعني إيه هو الموت وإيه هي الحياة. عشان كده اسم الرواية الرجل الذي مات مرتين. هو مش مات مرة واحدة، هو مات مرة لما ساب الحياة الأولية اللي هو كان عايشها، اللي هي حياة الرفاهية والنعيم، لكنه نعيم زائف، هو مش نعيم حقيقي. فهو مات في نظر أهله، ومات في نظر المجتمع اللي حواليه، من راجل ليه قيمة في المجتمع، لأنه يتحول لمتشرد. فدي كانت الموتة الأولى. والموتة التانية لمّا مات فعليًا بقى، وبرضه ما كانش مُعترف بهذه الموتة ما بين أصدقائه. يعني أهله هم اعترفوا إن هو ميت، لإن هو بالنسبة لهم هو ميت من زمان، هو مش لسه هيموت دلوقتي. فكأنهم كانوا مستعدين لهذا الموت، وهُم كانوا مستنيينه كمان، مش بس مستعدين ليه. لكن أصدقائه ما كانوش مُعترفين بهذا الموت. حتى تقريبًا في الفيلم هو خلاص يعني الراجل مش بيتحرك، فراحت على طول قلبت على عمرو واكد وانتهى بهذا المشهد الساخن يعني اللي بيتسرّب على اليوتيوب كتير. هو المشهد ده كان في نفع الشهيد أحمد حمدي؟ ما أعرفش، بس في مشاهد كواليس الفيلم ممكن نتأكد منها. كان في قناة على اليوتيوب اسمها عاطف فوزي. أنا قعدت أدور في آآ القناة دي على النفق ما لقيتهوش. أنا كنت شُفت الmaking بتاع الفيلم، كان في مشاهد تصويره كده، ومشاهد بتاعة النفق دي. وكان أسامة فوزي بالكاميرا راكبين عربية قدّام العربية بتاعتهم وقاعدين بيصوّروا كده. مش عارف، إحنا ممكن نراجع ده ونتأكد منه يعني. إمم. لكن هو فيلم عبقري، فيلم ليس له مثيل في السينما المصرية، وفيلم ليه تقدير عالمي يعني مش بس في مصر.
إن هو من أفضل الاقتباسات عن هذه الرواية، وخاصةً إن الرواية دي ليها تأثير باين واضح إن ليها تأثير في السينما المصرية، إن أنت تشوفها مقتبسة 3 مرات، وال3 أفلام الصراحة يعني أنا باحبهم بشكل شخصي، البحر ايه بيضحك التالت؟ ليه، الضحك ولعب وجد وحب بتاع عمرو دياب ويسرا، إخراج طارق اه التلمساني، وده الفيلم الوحيد لطارق التلمساني، اللي هو مدير التصوير المعروف اه يعني. عارفه. طارق المثني في كل الافلام بتاعت اسامه فوزي هو كان مدير التصوير. كان هو مدير التصوير مم. وكان ضيف حتى شرف في في الفيلم محمد القصير شبل في الاخير. الكابوس، وكان هو برضه مدير تصوير أفلام محمد شبل، وكان مش ضيف شرف، كان هو ضابط المباحث في فيلم الكابوس، وخيري بشارة كان هو رئيس العصابة مم. في فيلم محمد شبل، يعني كان ظهور مميز يعني. مم. هو ليه ظهورات كتيرة طارق التلمساني في السينما يعني، وعمل كذا دور، اكيد كان ليه دور في فيلم اوقات فراغ. وكان ليه دور في فيلم معفن أوي الصراحة، مقتبس عن روميو وجولييت، مش فاكر اسمه الصراحة. يعني في افلام كتير في الالفينات كده، هو من اول قبل 2010، اول 2000 يعني ولغايه 2010 كده كان هو طالع فيها كتير. آه. دور الغني دايما هو ضحك ولعب وجد وحب كان في حلقة نازلة ليه بودكاست مع قصدي آدم مكاوي، وكان بيتكلم عن مصر الجديدة وحكاية مصر الجديدة في الفيلم ده، يعني فيلم جميل جدا وخارج عن المألوف برضه. بتتكلم عن بحب السيما. هو بحب السيما أشهر فيلم أسامة فوزي، يعني هو مش محتاج إن إحنا نتكلم عنه، هو واخد حقه في الكلام عنه، واخد حقه في الانتقاد، واخد حقه في التقدير وفي المهرجانات. هو النقطة العلامة اللي بتميز أسامة فوزي، لما حد يقول أسامة فوزي يقول لك مخرج بحب السيما. مم. هو إن هو في ناس بتتعامل معاه إن هو مخرج العمل الواحد، والعمل عارف مثلا علي حميدة لما يقول لك مغني لولاكي، الحاجات دي يعني اللي هو الوان هيت وندر. مم. لكن هو مش وان هيت وندر، هو كل الأعمال بتاعته هيت وندر الصراحة. عفاريت الأسفلت، بالظبط. جنة الشياطين، بحب السيما، بالألوان الطبيعية، كلها أفلام يعني عظيمة مش بس حلوة. مم. انا عايز اتكلم شويه على الفيلم القصير اللي هو انساني جدا. الفيلم ده من احلى الافلام القصيره اللي شفتها اصلا. في يعني فكره الطالب اللي هو في مدرسه حكومه، اللي بيعاني من التنمر من النبذ من كده، وحتى لو هو اشطر طالب يعني في الفصل. فكرني بحد كده يعني. آه، فدي يعتبر دي اول مره تتعمل برضك في السينما المصريه على ايد اسامه فوزي. يعني من بعده بالظبط تحس ان عمرو سلامه شاف الفيلم ده عبد فعمل منه السلام ولا معالجه. مؤاخذة. اه في فيلم لا مؤاخذه. حسبي الله ونعم الوكيل. وكان جايبه برضه طفل مسيحي برضه بيعاني من اللي مم. هو م- مشاكل ثانيه واحده ما وكده. تتكلموش لما المعرض ده يعدي. 4 كيلو الليمون ب 20 جنيه، طب حلو ده. كيلو ب5 ممتاز. حلو والله، راح اجيب شويه يا امي تخلله. بالمناسبة، صديقنا عبد الغفور بيحضر لكوميك عن سواقين الميكروباصات في مصر، طب ده جميل قوي ده. وهيبقى مثير للجدل شوية إن يبقى في الشخصية الرئيسية سواق ميكروباص جاي. مبدئيا أنا ما هو أعرفش مين عبد عامة الغفور، سواقين الميكروباص أنا لكن شاكك إن صديقي فاهم، ما معظمهم تقولش جاي أصلا. حاجة. في قصة خلاص. قصيرة يعني كتبت لها درافت أولاني وعايز أكملها. بتدور حوالين إيه 3 سواقين تكاتك. فاهمني؟ بمناسبة إن إحنا كنا بنتكلم عن سواقين التكاتك وبتاع. وفي نفس الوقت فكرتها، أو يعني مش ما شفتهاش ولا حاجة، بس فكرتها جت نورت في دماغي كده وأنا قاعد بتفرج على فيلم بتاع ده. يا نهار اسود نسيت اسمه، اللي هو بتاع ستانلي كيوبريك ده. بس الفيلم ده النص الاولاني ده المتعلق بالعصابه وبتاع عايشين حياتهم بمنتهى الصعلقه دي. يعني جت في دماغي انا عايز اكتب إنها حاجه عن ده. جنة الشياطين يعني. مم. يعني الثلاث مفهوم سواقين جنة الشياطين التكاتك ده دول. انترستنج برضه، مفهوم التناقض بين الحياة والموت
بيبدأ حتى من اسم الفيلم التناقض بين إن الجنة والشياطين، إن في الشياطين ليهم كمان الجنة الخاصة في بتاعتهم. بمناسبة إن أنت كنت بتتكلم عن فيلم جنة الشياطين وفكرة تعمقه في موضوع الموت والحياة، ده حصل في عفاريت الأسفلت برضك لو تتذكر. آه، بس يعني يمكن الفيلم بتاع جنة الشياطين يعني يمكن أكتر فيلم تعمق أوي في فكرة الحياة والموت، ويعني إيه أيوه، حياة أيوه ويعني إيه موت. فعلًا، بس باكلمك إن كان في برضك من يعني زي ما باقول لك إيه، أنا باحب الفيلم الأولاني لكل مُخرج، لإن هو اللي بيبان فيه البصمة اللي هو عايز يعملها بعد كده. فكل اللي عمله أسامة فوزي في يعني يا رب يكون يعني يا ريته يكون كمّل يعني من 2009 لحد دلوقتي. آآ بس هو يعني فاهمني، البصمة دي كانت بانت في فيلم عفاريت الأسفلت. يعني هتلاقي تفاصيل من باحب السيما هتلاقيها في عفاريت الأسفلت، في الفيلم القصير الأخير ليه برضك في عفاريت الأسفلت، كذلك جنة الشياطين. كان في جملة كليشيه كده كان بيقولها أحمد حلمي في فيلم ألف مبروك، اللي هو ما أفضل أن تكون ميتًا حيًا وخيرًا من أن تكون حيًا ميتًا، أو حاجة شبه كده يعني. آآ أن تكون حاضرًا إيه؟ حاضرًا غائبًا حاضرًا من أن تكون حاضرًا غائبًا. هي نفس آه. الفكرة، ما هي الموت والحياة هي الحضور والغياب يعني. فيلم ألف ما مبروك هو فيلم مطب هو صناعي. فكرة الموت والحياة نفسها، يعني هل هي مرتبطة بالحضور الفيزيقي للجسد؟ هل ده معناه إن أنت حي أو ميت بمجرد إن أنت جسمك موجود والّا لأ؟ ده السؤال أصلًا اللي كان مطروح في فيلم جنة الشياطين. بمناسبة الجسد يالّا عشان افتكرت حاجة تاني. أنا عايز أتكلم عن فيلم عفاريت الأسفلت، بس لمّا يعني وأنا ب ف ف وأنا بابحث عن الفيلم، لقيت أول حلقة خالص على القناة الناقد أحمد شوقي عارفه؟ آه، لقيت أول حلقة ليه كان عاملها بعد وفاة أسامة فوزي الله يرحمه، وبيتكلم فيها عن فيلم عفاريت الأسفلت. التحليل بتاعه للفيلم ده يعني أنا مش هاعرف أعمل حاجة أعظم، يعني مش هاعرف أعمل حاجة أجمد منه. يعني لو حد عايز يعرف حاجة، لو حد عايز يعرف كل حاجة عن فيلم عفاريت الأسفلت يروح يتفرج على الحلقة، اسمها عفاريت الأسفلت لماذا؟ جامد والله. والله مش هاعرف أتكلم عن الفيلم أكتر يعني أعمق ما هو هو اتكلم عنه. أسامة فوزي يعني يمكن خَد نقد كتير إيجابي يعني، وناس كتير اتكلّمت عنّه، يمكن إحنا اتكلّمنا عن محمد شِبل ما كانش في حد اتكلّم عنّه إمم. إلّا مثلًا سمير فريد، الناقد سمير فريد أو محمود عبد الشكور، دول اللي أظُن إن هم اتكلّموا عنّه. طارق الشناوي عن برضه اتكلم عنه في كذا برنامج. بس طارق الشناوي اتكلّم بالنقد السلبي يعني ما أظُنّش إن هو والّا اتكلّم بنقد إيجابي؟ هو أنا الصراحة ما باحبّش أستمع لطارق الشناوي كثيرًا يعني، إمم. يمكن محمود عبد الشكور من الناس اللي أنا باحب أسمع وأمير العمري. طبعًا. الله يمسّيهم بالخير، صاحب موقع عين على السينما. عين على السينما. آه. الموقع ده بقيت قعدت فترة كده كل ما أشوف فيلم أخش أبحث عن الفيلم ده في الموقع على طول. هو لا، لأ، دلوقتي هو بقى ومحمود عبد معمول الشكور شغّال معاهم في الموقع. عارف. كان في مشهد عايز أكلمك عنه في فيلم إنساني جدًا. تمام. ده يعتبر من أصعب المشاهد اللي شُفتها بتتكلم عن الفقر في السينما المصرية. كان الولد الصغير اللي هو بيشتغل تبّاع في ميكروباص، وكان وهو مروّح بعد كل وردية يعني بيشتغلها، كان بيروح محل بتاع مشويات وبياخد الشحم أو الدهون اللي بتبقى تحت في الصاج اللي تحت في شواية الفراخ، وياخدها يعبيها في أكياس كده ويدّيها لأمه تطبخ بيها، فاهمني؟ يعني بدال المرقة أو بدال السمنة يعني. فده أنا قعدت كده أول ما انسرحت مع المشهد ده واللي هو إيه ده! هي في ناس عايشة كده؟ أو مش يعني أنا أكيد مش عايش في كهف يعني، بس باتكلم في فكرة للدرجة دي يعني؟ يعني أنت ممكن تحسب كمية السموم اللي ممكن تخش جسمهم بسبب البتاع دي. الموضوع مرعب فاهمني؟ يعني أنا وقّفت الفيلم وقعدت أسرح ييجي ربع ساعة مع المشهد ده وقعدت أفكّر في الموضوع وأقلّبه في دماغي. كان في مشهد برضك تاني، الولد الصغير ده لقى محفظة في الميكروباص وباين فيها مبلغ كبير يعني يمكن 1000 جنيه والّا حاجة، والفيلم في 2009. ف الولد يعني من نَفْسه من غير ما الراجل يقول له حاجة، كان سواق الميكروباص يعني، وهو شافه وهو لقى المحفظة وبعد كده جه بيكلّمه إن هو عايز يودّيه يشتغل في محل دهب وبتاع وأهم حاجة الأمانة،
وبس. يعني ما قالوش بقى انت لازم تكون المحفظه دي ترجعها، هو قال له انا عايز اوديك، يعني بيلمح له فاهمني، انا عايز اوديك شغل تاني و... 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 ولازم شرط اساسي الامانه، فاهمني. يعني ما جابش سيره المحفظه خالص، هو قال له خليها معاك وشوف عايز ترجعها ولا تاخدها. اللي هو قالها كده حاجه هامشيه كده في وسط الكلام ما بينهم. فالواد روح البيت وخلى المحفظه دي معاه، وتاني يوم راح يدور على صاحب المحفظه بالبطاقه بتاعته بالعنوان وراح اداها له. فكان في برضك تفصيله مهمه كده وهو ماشي، كان في شيخ قاعد على الارض وماسك مصحف كده، وهو معدي من قدامه راح جاي ايه، قال له السلام عليكم ومشي، دي ما وقفش يتكلم معاه. فدي حسيتها كده، وانا عارف ان اسامه فوزي ما بيعملش حاجه عبثا كده، هو عايز يبين لك ان هو الشيخ، يعني مش شرط ان الشيخ يفضل يوعظه والامانه وبتاع، هو الواد من نفسه عارف ده. ف- وكذلك الراجل سواق الميكروباص اللي هو شغال عنده ما نصحوش برضك، هو لمح له. فدي تفصيلة أوي خدت بالي منها في الفيلم يعني وحبيتها أوي. التفصيلة دي اعتمدها برضه في فيلم بالألوان الطبيعية، لما كان يوسف بيتكلم البنت وبيقول لها، أو كان بيكلم إلهام برضه كان بيتكلم البنتين، كان بيقول لهم نفس الفكرة اللي هي إيه، ال ال بتاع ده اسمها إيه، الخطيئة أو المشكلة، أو الرغبة أو الأذى عامة جوانا مش برانا، يعني المشكلة من جوانا. فإحنا لو حليناه من جوه مش محتاجين إن إحنا نسيب حاجة من بره تأثر علينا. فعشان كده لما كان الشيخ بيقول له لا، طب أنت ما ترسمش الرسومات دي، ما تعملش ده، عشان ما تسيرش شهوتك وبتاع، قال له طب ما أنا ممكن همنع أفكاري إزاي؟ يبقى المشكلة من جوايا مش من بره. مم. هو الفيلم ده اتهاجم فده وقتها علشان خاطر كان بيشبه مم. الشيخ ده بعمرو خالد وقتها. يعني متأكد إن هو خد هجوم كبير قوي بسبب النقطة دي. الفيلم الشخصية هي فعلا مش بس عمرو خالد بشكله الشخصي، يعني شبه موجة اللي كان الشيوخ اللي هم منتشر في ظهروا في الفترة أول الألفية اللي دول هو بتوع اللي ما موجة عندهمش إسلام دروس. بتاع على السوق. التلفزيون. اه. في كتاب بعنوان إسلام السوق، بيدرس الظاهرة دي يعني. مم. كان كاتب اسمه باتريك هايني. باتريك هايني كان بيتكلم عن الشيوخ البشرية والحاجات اللي هو الدين الخفيف اللطيف الهوت دوج ده كده. الوسطي. ولا مش وسطي حتى، يعني مش تعبير وسطي بالظبط، هو التعبير اللي هو السايب، يعني اللي هو من فوق عمرو هو خالد ومن تحت عمرو دياب. آه، تمام. كنت بقول إن هو ما كانش يقصد خالد بشكل شخصي، لكنه كان بيقصد برضه الفترة دي كان كلهم واخدين نفس المنهج ده ونفس الأسلوب في اللبس والكلام والشخصية والهدوء، وإن هو والله محبة والجو ده، فاهم قصدي؟ فكان يقصدهم كلهم بشكل عام، إن هما بيتكلموا مم. بالشكل ده. موجة إسلام السوق عامة زي ما وصفها باتريك هايني في الكتاب بتاعه. كان في تفصيلة كده في فيلم عفاريت الأسفل، الممثل عبد الله محمود اللي هو كان طالع رينجو في الفيلم. آه، اه، الممثل ده بتشوفه في دور في فيلم تلاقيه وحش قوي، تلاقيه في فيلم تاني حلو قوي. فهو على حسب المخرج اللي هو المخرج اللي بيجيب بيوظفه، الممثل. بيوظف دوره. اه، اه. يعني انت، يعني لسه في الفترة اللي هو امبارح ده وانا بتفرج على عفاريت الاسفل، كان بالصدفة شفت لقاء كده هو لمحسن محي الدين بيتكلم عن الفيلم بتاعه اللي هو عمله هو وكذا شاب تاني بعد ما ساب يوسف شاهين وبتاع. فدخلت بصيت حتة، انا مش فاكر اسم الفيلم، انت فاكر اسمه؟ لا لا الحقيقة. مش عارف اسمه، شباب على حاجة كده. ما علينا. الفيلم ده شباب دخلت على بصيت على، الهواء. لما دخلت اتفرج على حتة من الفيلم ده لقيت طريقة كلامهم مبتذلة قوي، هو عايز يعمل مبتذلة، هو عايز يقول ان هو غني فهو بيقول مامي مش عارف ايه كده، هو يا عم انت شكلك ما يديش مامي خالص، شكلك ما يديش بتقول مامي، فاهمني. يعني شكلك شحط قصدي، يعني مش شكله كوش. انا بوظت الدنيا، انا بقول ايه، ما علينا. ما علينا، بتحصل. بتحصل. ف والله احنا عايزين نعمل رسالة حب إلى السينما المقاولات والسينما الرديئة في مصر يعني. نعمل لها رسالة حب وإجلال وتقدير. انا اتفق. انا بحب بص، بحب السينما في كل حالاتها، يمكن مقاولات، ده اللي بيعجبني خيال في علمي، كوينتين مش عارف ايه. تارانتينو، اللي هو مم.
ان هو متاثر بالسينما البي موفيز الامريكيه، ودايما بيقتبس منها ويعمل منها ريفرنسز في السينما بتاعته. اتكلم انت يا اسامه، عشان انت ما اتكلمتش كتير. يعني ما فيش كلام كتير اقوله عن اسامه فوزي، بس تجربته مع ماهر عواد برضو تجربه مهمه. انه بدأ كمنتج، يعني بدايته خالص بدأ كمنتج لفيلم الأقزام قادمون. اه صح، هو اول فيلم شريف عرفة هو اللي انتجه. هو أنتجه، كان إنتاجه، هو المنتج، منتج فني كمان يعني. مم. طب في كان نقطة أنا ليه ما في فهمتهاش، هو لقاء إزاي نفسي ألاقي نسخة كاملة منه مع شريف عرفة وماهر عواد وأسامة فوزي. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي أشوف فيها شكل ماهر عواد. يعني مش مم. هقول لك صوت يعني، ولا شكله، بس هو ما اتكلمش حتى في النسخة الدقيقة اللي متوفرة. أيوة، اللي كانوا قاعدين في مركب كده في مية. اه هي موجودة على قناة عاطف فوزي. مم. وبرضه يعني استكمالا لهذه الرحلة، هو اشتغل مع فيلم أقزام قادمون، وكان مساعد مخرج في الحب في الثلاجة برضه مع ماهر عواد، بس المرة دي مع سعيد حامد. أظن تجربته كمخرج مساعد، لأنه اشتغل مخرج مساعد في أفلام تتميز بنوع فيها نوع من السريالية شوية، أو نوع من الاختلاف. يعني فيلم زي مرسيدس، زي بنفسك، حب في الثلاجة، الأقزام قادمون، الأفلام دي كانت مختلفة شوية وفيها لمسة غرائبية، كانت باينة قوي، واضحة قوي، بالذات في فيلم جنة الشياطين. والفترة وكانت باينة برضك اللي برضه اشتغلها. لمسة السخرية دي كانت باينة في الألوان الطبيعية برضه. مم. الفترة برضك اللي اشتغلها مع هنري بركات وحسين كمال وكده، ونيازي مصطفى، كل فترة من دول برضك علمته حاجة. تصدق فكرة الجنة والنار مرتبطة في ذهن أسامة فوزي في كل أفلامه. يعني حتى الفيلم اللي ما فيهوش ذكر للجنة والنار أو الشياطين أو كده أو العفاريت، فيلم بحب السيما، هو أصلا مقتبس من فيلم سينما بارادايسو، اللي هي بارادايسو اللي هي الجنة. فبرضه هو متأثر بفكرة الجنة حتى في اقتباساته وكده. مم. هو قال كده في الفيلم، في صوت الفويس اوفر بتاع شريف منير، قال ان السينما بالنسبه لي كانت هي الجنه. وال... والحارس اللي هو بيقطع التذاكر ده بيقول دي صكوك الغفران. وال... وبالنسبه له الشخص اللي هو بيبقى واقف على باب قاعه السينما ده هو ده رضوان حارس الجنه، فاهمني؟ اتقال ده في الفيلم يعني. هو بيتعامل مع الفن والسينما بوصفها الجنة الخالدة يعني، خاصة بيه، والحياة العادية دي هي الجحيم المطلق بالنسبة له، والقيود والحاجات دي. الله، بمناسبه أنا القيود عايز بقى، أقول القيود دي هي اللي حرمتنا من مخرج كان ممكن يكون ليه بصمه، زي مخرجين كتير ظهروا في نفس الفترة بتاعته دي، زي محمد خان وعاطف الطيب وخلافه. كل اللي احنا كنا بنحاول نوضحه في الحلقة دي ان احنا كان عندنا مخرج تقيل فنيا بجد، متمكن من ادواته، ودي بشهادة كل اللي اشتغلوا معاه، وهتلاقوا ده في لقاءاتهم. سينمائي بلغة سينمائية ولون مختلف، عيون مبدع بجد، قدرت ترسم لك مشاهد تبهرك بصريا بالسينماتوجرافي بتاعها أو بطول السيناريو، سواء كان في عفاريت الأسفلت أو جنة الشياطين، اللي بيدخلك جوه عوالم أنت أول مرة تشوفها على الشاشة. يعني حياة اللي هو ما بيحبش يلقبهم، يعني هو بنفسه ما بيحبش يلقبهم بالمهمشين، بس تقدر تسميهم كده ولاد لقمة العيش، اللي حياتهم كلها مرتبطة بالمهنة بتاعتهم دي، وشكل حياتهم عامل ازاي، وشكل بيتهم والديكورات يعني دخلك جوه العالم بتاعهم ده. ووريلك كل حاجة عنهم، سواء في تصرفاتهم مثلا على الطرق، او الحركة دي معناها كذا، او الوقفة دي معناها كذا، او الركنة دي ليها مفهوم معين. وكل ده كتجربة أولى إخراجيا، يعني دي حاجة فوق الوصف، يبين لك ان الشخص ده مش هيجي زيه. لكن كل لكن رغم كل ده بيتظلم رقابيا، ونكاد نقول ان هو اتقهر رقابيا بسبب رقابة بعيدا كل البعد عن دور الفن، صياعها واستسلامها لوهم السينما النظيفة اللي كانت دماغنا بيها. واللي انا بسميها سينما نظيفة من الفن، يعني هي ما فيهاش فن، فاهمني؟ هي نظيفة من كل حاجة، لحد ما وصلنا للمرحلة الحالية، تعفن كامل وعجز وتحلل وسوس مختلف في عصب الصناعة جاب أجلها. ونادرا لما تلاقي فيلم بيحكي لك الواقع، بعيدا عن فقدان الأعمال اللايت اللي ما بتخلصش. ف بكل بساطة، الجاني الوحيد على هذا الفنان وهذا المبدع، أو اللي قبله أو اللي احنا لسه هنتكلم عنهم،
هي الرقابة المتشددة بشكل كبير جدا وصارم. وبس كده، كل ده اللي اقدر اقوله عن أسامة فوزي. ونشوف رامي كده لو عنده حاجة يقولها. آه، فالخاتمة نتيجة الكلام اللي معتز قاله، القيود اللي اتفرضت على شخص بيحاول إن هو يفكر، وحتى لم يكن له دعوة أو بيدعو للتمرد أو للانحلال أو للكفر أو لأذى المجتمع أو للدين أو أي شيء. ما كانتش دي الفكرة بتاعته خالص، هي كانت فكرته مرتبطة بالإنسان فقط، الذاتية بتاعت الشخص. فنتيجة القيود دي فإحنا مش بس فقدنا شخص زي ما فقدنا مخرج المرة دي زي المخرج اللي كان في الحلقة اللي قبلها، ودي تحسها لعنة إن إحنا حلقتين اتكلمنا عن اتنين اتظلموا من الرقابة في نفس الوقت. بس من حسن الحظ إن المخرج بتاع النهاردة هو حظه من محمد، إن هو ببساطة ما اتظلمش في الأفلام دي، قدر يخرجها للنور. أي نعم بعد كده ما بقاش عارف يخرج حاجة خالص، بس على الأقل أفلامه ما تقصش منها، ما بقتش مشوهة. فلكم أن تتخيلوا فيلم جنة الشياطين أو بحب السيما أو بالألوان الطبيعية، أي فيلم من دول محذوف منه إنتاج. بل بنشوف ده لما فيلم مثلا بالألوان الطبيعية ما بيتذاعش في السينما، ما بيتذاعش حتى في التلفزيون أصلا، لكن بنشوف إن هو بيتم حذف المشاهد منه فبيتقص، لكن هو موجود على اليوتيوب وموجود على المواقع كامل. هو بقية أفلامه، فدي حُسن حظنا إن هو في الفترة دي كان لسه الرقابة ما كانتش ماسكة سنانها شوية زي دلوقتي، كان في كام فيلم كده بيخرجوا، إنما دلوقتي مش هنلاقي ربع الإنتاج أو الجرأة أو السيناريو حتى اللي موجودة في فيلم واحد من أفلام أسامة فوزي، أو حتى ربع الجرأة للخروج عن المألوف اللي كانت عند محمد شاعبي برضه. فنتيجة ده فإحنا خسرنا لتاني مرّة للأسف مُخرِج عظيم. اللي هو إحنا خسرنا مُخرِج عظيم زي محمد شاكر، فخسرنا بالتالي مُخرِج بعده بعد سنين طويلة اسمه أسامة فوزي. فالسينما مش إحنا بس اللي خسرنا، السينما نفسها خسرت كَم من الإنتاج أو نوع جديد من الجرأة في التقديم للسينما بشكل مختلف كان ممكن يظهر، سواء كانت بجرأة في نقد أو في الكلام عن الذات وعن الصراعات اللي داخل الإنسان أو أو عن طريق نوع جديد من السينما زي سينما الرعب مثلًا. فالاتنين دول مستحيل تلاقيهم موجودين دلوقتي، لإن ما حدش هيجازف، وحتى اللي بيحاول بيتمنع الفيلم بتاعه قبل حتى ما ينزل، زي فيلم الملحد بتاع إبراهيم عيسى. فبالتالي السينما خسرت كتير، ولا زالت كل يوم عن التاني في تدهور وخسارة. فاللي بيتبقى لنا من السينما هي الذكرى والكلام عنها في حلقات في بودكاست زي البودكاست بتاع معتز. قول شُفت شعبولي. أنت بقى آه، زي بودكاست شعبولي، حلو كده؟ وبس، ده كل اللي عندنا عن رفيق الرحلة أسامة فوزي. ولو إنها مكانتش رحلة طويلة أوي، يعني هما 4 أو 5 أفلام يعتبر، لكنهم بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية، وهتفضل متواجدة وخالدة للأبد زي ما هو كان بيتمنى. وكنا بنتمنى يعني من كل قلبنا إن هو ما يرحلش عن عالمنا، ونتمنى له الرحمة من كل قلبنا. ونشكر كل الظروف اللي خلتنا نتعرف على أفلامه وندرك قيمتها. وبس على كده، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لنا آراءكم في الكومنتات، وتبعت الحلقة دي لكل المهتمين بالسينما عندك اللي تعرفهم. يمكن تكون سبب في إعادة اكتشاف سينمائي عظيم زي ده. وما تنسوش تستنوا الحلقات الجاية وتشوفوا اللي فات، وتشتركوا في القناة التانية اللي هي اسمها معبر. وبس على كده، كان معاكم معتز السويسي، ودان شرامي، وأسامة وسيم في بودكاست شعب اللي